السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تانية ثانوي. أهلا بيكم في مراجعة ليلة الامتحان الفيزياء للصف التاني ثانوي. طيب، في البداية يكون في مقطع فيديو صغير من مراجعة أولى ثانوي بكلمك فيه ازاي تذاكر الفيزياء لو انت مذاكرتهاش قبل كده، وازاي سيستم المراجعة بتاعنا بيشتغل. طيب، بالنسبة لك بس عشان تفهم سيستم المراجعة ماشي ازاي، انت هتلاقي في الديسكريبشن تقسيم الفيديو ازاي. هتلاقي كده وقت معين لكل درس ولكل موضوع انا هتكلم عليه، تمام؟ علشان لو انت عايز تراجع حاجة معينة او عايز توصل لنقطة معينة انا بتكلم عليها هتلاقيها في الوصف عندك، تمام؟ احنا هنراجع درس درس، كل درس هياخد في ايدينا حوالي ربع ساعة نص ساعة كمراجعة سريعة عليه. مش هندخل في كل التفاصيل، بس انا عليا بس اللي انا اكلمك على اهم الافكار بتاعة الدرس ده. انا مش هينفع اكلمك على الدرس كله في فيديو واحد، انا بس هقول لك الحاجات اللي انت ممكن ما تركزش عليها وانت بتذاكر بغرض اللي انت تركز عليها، تمام؟ انت كده كده هتراجع الدرس كله، بس كل اللي هيتقال في الفيديو ده هو الحاجات اللي انت هتركز عليها زيادة، ماشي؟ او ممكن تسرح وانت بتذاكرها. حاجة كمان، احنا برضو هنركز على بعض المسائل اللي انا شايفها اللي هي ممكن تيجي او ممكن يضحك عليك فيها في الامتحان، تمام؟ على كل درس هنمشي بالنظام ده. هيبقى الجزء الاول بكلمك عن الدرس واهم العناوين اللي فيه، وبعد كده على التريكات اللي فيه، وبعد كده على اهم المسائل اللي انا عايزك تركز عليها وانت بتقرا الدرس ده. طب يا مستر، انا لو ما ذاكرتش فيزياء خالص قبل كده ورايا امتحان بكره او بعد بكره او كمان اسبوع، اذاكر الفيزياء ازاي؟ طيب، انت اول حاجه بالنسبه لك انت المطلوب منك ما دام ما فتحتش الفيزياء خالص اللي انت تراجع بس على المسائل اللي انت حلتها مع المستر بتاعك. شوف المستر حلها ازاي وتحاول انت بعد ما تشوف طريقه الحل ان انت تحلها بنفس الطريقه. طيب، انت لو ما كنتش بتحل اصلا ورا المستر وكنت بتغيب كتير، تفتح اي فيديو من المدرسين اللي موجودين على النت وتشوف هو كان بيحل المسائل ازاي. تفتح فيديوهات الحل، ما تفتحش فيديوهات الشرح وانت وراك امتحان بعد يومين او بعد اسبوع. مش هتفيدك خالص فيديوهات الشرح. اللي انت دلوقتي ممكن تتفرج عليها هي فيديوهات الحل، لا اكتر ولا اقل. تشوف المدرسين بيحلوا المسائل ازاي، وبالتالي مخك هيثبت طريقة حل معينة. طيب، بعد ما انت تشوف مثلا مسائل درس معين بتتحل ازاي، انت هتحاول ان انت تحل وليكن 10 15 مسألة على كل درس. فانت على بال ما توصل لاخر درس مثلا تقول ان انت حليت من 100 ل 150، بحيث ان انت شفت المسائل دي تتحل ازاي، تمام؟ وانت كمان حليت بنفسك. طيب لو مثلا انت ما كنتش بتاخد درس خالص وواقع في قصة الشرح، يبقى انت ممكن تخلي اول خطوة تعملها اللي انت ممكن تحفظ القوانين اللي على كل درس والخطوات بتاعه حل المسائل اللي موجوده مثلا في كتاب الامتحان او كتاب الوافي او اي كتاب موجود معاك. وبعد كده تبدا تشوف حل المسائل ازاي، وبعد كده تبدا تحل نفسك. الطريقه دي لوحدها هتخليك تجيب درجه كويسه في الفيزياء. ولو باقي معاك حبه وقت انت ممكن تحل النموذج الاسترشادي اللي موجود على موقع الوزاره، تمام؟ دي الطريقه اللي انت ممكن تعملها علشان تحاول تذاكر الفيزياء لو انت ما ذاكرتهاش خالص قبل كده. طيب، نبدأ بالدرس الأول اللي معايا في المنهج، اللي هو الدرس اللي بيكلمني عن الحركة الاهتزازية. تمام؟ طيب، في حبة حاجات أنا عايزك تركز عليها أو عايزك تفهمها وأنت بتذاكر الدرس ده، أو ممكن أنت متاخدش بالك منها وأنت بتذاكره. أنت بالنسبة لك إيه هي الساعة دي؟ الساعة دي هي أقصى إزاحة. جميل، ماشي. طيب، لما أنا أجي أقول لك إن الساعة لما تزيد دي بتزود لي إيه؟ الساعة لما تزيد دي بتزود لي الشدة، دغري دي بتزود الشدة، تمام؟ طيب، حاجة كمان برضو عايز أقولها لك اللي هي الإزاحة. الإزاحة دي مفروض اللي هي خط مستقيم من نقطة البداية
لنقطة النهاية. طيب لما انا اسألك على الازاحة بتاعة زمن تي كابيتال اللي هي الزمن الدوري، الازاحة بتاعتها بتساوي صفر. ليه بتساوي صفر؟ عشان هو هنا بيرجع لنقطة البداية بتاعته، فبالتالي بدايته هي نهايته، فبالتالي الازاحة بتاعته بصفر. كمان برضو في حاجة انا عايزك تاخد بالك منها، لما يديك تي سمول يقول لك اللي ده زمن اقصى ازاحة، يبقى لازم تاخد بالك من حاجة، ان زمن اقصى ازاحة ده هو ربع الزمن الدوري. يعني تي كابيتال بتساوي 4 من الزمن اللي هو مديهولي ده. جميل جميل. طيب كمان برضو فكرة اللي هو بيساوي لك 4 أمثال الزمن الدوري دي بتفتح لك سكة اللي انت ممكن تجيب الزمن الدوري وبعد كده تجيب التردد، عشان التردد اللي هو النيو بتساوي 1/T كابيتال. طيب بمناسبة التردد بقى، أنا عايزك تركز على حاجة وأنت بتدرس التردد. التردد ده ليه 3 وحدات قياس عندك في المنهج، اللي هي إيه؟ اللي هي الهرتز، تمام، أو سايكل على الثانية، أو اس أس -1. الاس مش من تبع وحدات قياس التردد. جميل. طيب لازم تركز على حاجة معينة لما يجي يقولك مثلا إن السرعة ثابتة في الموجات. يعني ايه السرعة ثابتة؟ يعني الاتنين الموجتين مثلا بيبقوا في نفس الوسط، او الموجة في نفس الوسط. نفس الوسط معناها ايه نفس الوسط؟ معناها للمدة 1/2 بتساوي نيو 2/1. العلاقة بينهم عكسية. برضو في حاجة كمان انا عايز اقولها لك، ان انت لما يجي يقولك ان الاتنين بيتحركوا بين وسطين، فخلي بالك لما يتحركوا بين وسطين السرعة بتتغير والطول الموجي بيتغير بس التردد ثابت معايا. فبالتالي ده بيكون لي علاقة بين ايه وايه؟ بيكون لي علاقة بين، نعمل خط كده، بين ال V1 على ال V2 بتساوي لمدة 1/λ2. بتبقى علاقة طردية عامة، اللي هي السرعة بتزيد لما انت تزود لي الطول الموجي او بتقلله. تمام. طيب بمناسبة اللي احنا اتكلمنا على قصة السرعات والحاجات دي، لو انا قدامي رسمة معينة الموجة، اعرف اجيب منها الطول الموجي ازاي والزمن الدوري ازاي؟ ركز معايا. انت بالنسبة لك في قصة الدورة الكاملة بتترسم بالوضع اللي انا هرسمه لك دلوقتي، اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك وليكن دي الرسمة بتاعتك بالشكل ده، تمام، وفي رسمة تانية بتبقى بالشكل ده. دي موجة ودي موجة، بس في فكرة بقى معينة. هنا بدأ لك من أقصى إزاحة، يعني بدأ لك من ساعة الاهتزاز. تمام. طيب يعني بدأ لك من ساعة الاهتزاز إزاي؟ يعني هو لو ده بندول فهو بدأ لك من هنا، تمام، فبالتالي تبدأ يتحرك بقى من هنا لهنا وبعد كده بيرجع للمكان بتاعه تاني. طيب لو بدأ لك من موضع اللي هو الصفر أو موضع السكون اللي هو مفروض بيكون هنا، يبقى مفروض دي الرسمة بتاعته. تمام. الرسمتين دول صح بس على حسب الموقف اللي هو مديك الرسمتين دول فيهم. طيب ده بالنسبة لقصة الرسمة. طيب ازاي من الرسمة انا ممكن اجيب الزمن الدوري والطول الموجي؟ ركز معايا. لو هنا مديك ان هنا دي مسافة او ازاحة، يبقى مفروض ان الطول الموجي بيتجاب من النقطة دي. يعني النقطة دي الرقم اللي هيطلع لك هنا ده الطول الموجي، ده الطول الموجي. ولازم تاخد بالك من حاجة، ان الطول الموجي برضو عادي جدا ان هو يكون من تعريفه الاصلي بقى المسافة بين قمتين ورا بعض او قاعين ورا بعض. يعني مثلا ممكن ارسم لك كذا موجة، تمام، واقول لك انا عايز الطول الموجي. الطول الموجي اللي هو مثلا ايه؟ هيديك زمن هنا وزمن هنا، هتطرح الزمنين دول من بعض هيطلع لك اللمدة. تمام. طيب خد بالك برضو ألف ب رسمة بياني اللي انت لازم تبص على أطراف الرسومات. يعني هنا مثلا وليكن كاتبها لك بالملي، يبقى انت المفروض تحول الدي أو المسافة بتاعتي أو الطول الموجي تضربه في 10⁻³. تمام. ونفس الفكرة لو مديك الدي هنا بالمايكرو مثلا، وهكذا. ماشي. طيب
بالنسبة للمسألة دي فبرضو الطول الموجي ممكن يتجاب ان هو من النقطة دي بتجيب لي الطول الموجي ده لو هو مديلي هنا دي. طب لو مديلي هنا تي يبقى النقطة دي بتجيب لي التي كابيتال. النقطة دي بتجيب لي التي كابيتال لو مديني هنا تي. طيب خلي بالك معايا، هو ممكن ما يكونش دغري معاك بالشكل ده، ممكن مثلا يرخم عليك ويديك مثلا الزمن لحد هنا، او زمن من هنا لحد هنا اللي هو ايه دي ربع اهتزازة، فبالتالي الزمن ده هتضربه لي في 4. تمام. طيب او المسافة دي هتضربها في 4 عشان تجيب لك الطول الموجي، الزمن هضربه في 4 عشان يجيب لك الزمن الدوري. ده بالنسبة لقصة اللي هو ايه ممكن ما يكونش دغري معاك. طيب هو برضو ممكن يرخم عليك في قصة ايه، ممكن يطلب منك مثلا الطاقة الميكانيكية وطاقة الحركة وطاقة الوضع. بتعامل معاها ازاي؟ فكرة طاقة الوضع وطاقة الحركة دي، خد بالك الطاقة الميكانيكية ثابتة معاك في أي مكان هيطلبها منك، دي ثابتة. تمام. إلا لو أنت مزودتش الارتفاع مثلا عن قيمة معينة، يعني لو مثلا إيه دي في نفس ارتفاع دي، فمعنى كده الطاقة الميكانيكية ثابتة على نفس المستوى ده واللي تحته. طيب لو أنت زودت الارتفاع لأ ساعتها بتتغير، عشان أنت كده بتزود طاقة الوضع، فبالتالي طاقة الحركة لما تيجي تنزل من الارتفاع ده بتزيد معاك. طيب المهم ايه اللي بيتغير معايا؟ اللي بيتغير معايا طاقة الحركة وطاقة الوضع. ازاي بيتغيروا معايا؟ هنا طاقة الحركة أكبر ما يمكن. ليه؟ عشان هنا بتكون السرعة أكبر ما يمكن، طاقة الحركة هنا أكبر ما يمكن. عند النقطتين دول دي طاقة الوضع أكبر ما يمكن. خد بالك معايا، هنا طاقة الوضع بالمناسبة بتساوي الطاقة الميكانيكية، وطاقة الحركة في أعلى مكان بتساوي صفر. يعني طاقة الحركة هنا تساوي صفر، تساوي صفر. تمام. عشان هنا بيوصل لمرحلة سكون أول لما يوصل لأقصى ارتفاع. في المجمل أنت بالنسبة لك لازم تفهم إن الطاقة الميكانيكية ثابتة معايا. طيب هو ممكن يرخم عليك شوية ويقول لك مثلا إن لو المسافة مثلا لو قلنا اللي دي A ودي B ودي C، تمام، يقولك المسافة من هنا لهنا بتساوي المسافة من هنا لهنا. تمام. هل زمن من هنا لهنا هيبقى نفس زمن من هنا لهنا؟ لا، لا. ليه؟ علشان انت كل ما انت بتطلع فالسرعة بتقل، فالزمن معاك بيزيد على بال ما توصل لنفس المسافة، فبالتالي الاتنين دول نفس المسافة. مفروض ان تي دي اصغر من تي بتاعت دي. تمام. لازم تركز من النقطة دي ان الزمن بتاع دي اصغر من الزمن بتاع دي، اللي هو الاقرب لموضع السكون الزمن بتاعها بيبقى اقل من الزمن اللي هو مدهولي. طيب ده بالنسبة لقصة الرسومات تقراها ازاي والحاجات دي. طيب هو مثلا ممكن ايه يلعب عليك لعبة تانية مثلا ويديك دي رسمة بندول. فكرتها ايه الرسمة دي؟ فكرتها مثلا اللي هو يديك المسافة من ألف لب، يعني من هنا لهنا، يقول لك مثلا هنا 10 سنتي. تمام. وبقى يديك حبة معطيات على تردد على مش عارف ايه، ويقول لك انا عايز سرعة مثلا. انت عشان تجيب السرعة محتاج اللمدة اللي هي الطول الموجي من ألف لب. دي نص دورة، خدها قاعدة كده، من ألف لب دي نص دورة. واللي بيديك نص دورة كمان اللي هو مثلا لو مديني سوستة، تمام، وفيها ثقل معين، تمام، وبيوصل هنا دي أعلى ارتفاع اللي هي ايه، وأقل ارتفاع ليه اللي هي بي. تمام. بيديك المسافة من هنا لهنا أو الزمن من هنا لهنا، يعني بدل ما 10 ثانية هنا مثلا تبقى 10 ثواني. تمام. ده نص دورة، ده نصف دورة. تمام. وخد بالك يعني ده معناه ان الزمن هنا هو نص الزمن الدوري، والطول والمسافة هنا هي نص الطول الموجي. تمام. طيب
بالنسبة للدرس التاني هو نفس الأفكار بتاعت الدرس ده، تمام، بس هو بس فيه كام فكرة زيادة. في حاجة مثلا في الدرس التاني اللي هي قصة الزوايا. لما يجيب لك رسمة زي دي مثلا، ويقول لك أنا عايز أفهم الزوايا على الرسمة دي بتشتغل إزاي. خد بالك معايا، لو مثلا النقطة دي للنقطة دي، النقطة دي ربع دورة. ربع دورة في الزوايا بيبقى بكام؟ بيبقى ربع 360، عشان 360 دي أكبر زاوية أنت ممكن توصل لها أصلا في الطبيعي. أكبر زاوية ممكن توصل لها مجموع زوايا الدايرة عامة. فبالتالي ربعها كام؟ ربعها 90. وبالتالي من هنا لهنا ده قد إيه؟ ده نص دورة. ده نص دورة، فبالتالي نص الدورة ده يعني بيعمل نص 360 يعني 180، وهكذا من هنا لهنا. دي تعتبر 360 يعني كاملة. طيب، لما انا احب اجيب الطول الموجي، الطول الموجي ممكن اجيبه بطريقة معينة في الموجات الطولية، ممكن اجيبه بطريقة تانية في الموجات المستعرضة. لازم تركز من حاجة معينة، ان انا لما أنا اديك مسافة مثلا بين قمة وقاع، فبالتالي المسافة بين القمة والقاع دي نص الطول الموجي او نص اللمدة. لو مديها لك بقى كزمن بين قمة وقاع، دي تعتبر نص الزمن الدوري. طيب، امال الطول الموجي ده اللي هو ايه؟ ده المسافة بين القمة والقمة اللي زيها، او التضاغط والتضاغط اللي زيه، والتخلخل والتخلخل اللي زيه. تمام، دول هما اللمدة. دي لمدة اهي ودي لمدة اهي، والمفروض اللي هما متساويين. طب بالنسبة للموجة المستعرضة، الموجة المستعرضة فيها كام تركاية حلوة كده ممكن تركز عليها لو هو حب يكلمك عليها. بيقول لك ايه مثلا لو دي اكتر مثلا من موجة، تمام، النقطة دي بالنسبة للنقطة دي، الاتنين دول في نفس الطول. يعني ايه في نفس الطول؟ يعني اول ما الموجة بتخلص وتيجي تبدأ من تاني، فالنقطة اللي في نفس نقطة البداية بتاعت التانية هي دي. تمام، يعني مثلا دي موجودة هنا بالظبط في الربع التاني من الموجة في الجزء الموجب، ودي موجودة برضه في الربع التاني من الموجة من الجزء الموجب. فبالتالي ده طول موجي. ده طول موجي. تمام، دي الطريقة اللي انا بحسب بيها الطول الموجي بتاعي. انا قلت لك اللي هو مسافة بين قمة وقمة او قاع وقاع. طيب، ده بالنسبة لقصة الطول الموجي. طيب، في حاجة كمان برضو انا عايزك تركز عليها في قصة الرسومات دي. ان انت مثلا لما تغير لي الان، بس الزمن ثابت. يعني مثلا دول كلهم، في حاجة كمان انت لازم تتعلم ازاي تعد الان. يعني مثلا هنا انا بادئ لك من الصفر، تمام، يبقى تشوف انا هوصل للصفر كام مرة. سيبك من المرة دي، هنخش على المرة دي. ادي انا وصلت مرة، ادي موجة، تمام، ادي التانية، ادي التالتة، يبقى هنا ان بتلاتة، تمام، بتساوي تلاتة. طيب، لو انا قلت لك ان مثلا زمن كل دول وليكن 15 ثانية، تمام، لو انا عملت لك رسمة تانية وضاعفت لك عدد الموجات دول في نفس الزمن، لو ضاعفت لك عدد الموجات دول في نفس الزمن، يعني ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، دول ست موجات، يبقى ان بقت دلوقتي بستة. ايه اللي المفروض يحصل لي؟ خد بالك ده نفس الزمن، يعني دي 15 ثانية. ايه المفروض بقى يحصل لي ساعتها؟ المفروض اللي يحصل لي ساعتها بيتغير لي حاجتين بالظبط، ملهمش تالت. اللي هما ايه؟ اللي هما اللمدة، وبيتغير لي كمان التردد. اللمدة والتردد. ليه دول بيتغيروا؟ علشان انت لما تغير لي الزمن الدوري فانت بتغير لي التردد، فبالتالي لما التردد يتغير بيغير لي الطول الموجي. ليه انا غيرت الزمن الدوري؟ علشان انا هقول لك على حاجة. احنا هنا مثلا قلنا اللي ده نقطة الزمن الدوري بتاعي، فبالتالي نقول مثلا وليكن هنا خمسة، تمام. لو ركزنا الخمسة دي هتوصل هنا، هتشمل لي موجتين، تمام. فبالتالي الزمن الدوري الموجة واحدة هيبقى لحد هنا اللي هي 2.5. فهمت الفكرة؟ فأنا قللت الزمن بتاع الموجة، الزمن الدوري بتاع الموجة الواحدة. وصلت لك الفكرة؟ طيب، برضو في حاجة كمان عايز أفهمها لك، إن الموجة بتاعت المية مستعرضة، بس الموجة بتاعت الصوت طولية، عشان الطلبة بتتلخبط في دي. المياه
او الماء ده مستعرض. تمام. اما الصوت طولي. الصوت طولي. طيب في برضو حاجة تفرق معايا هنا. ايه اللي يفرق معايا هنا؟ الاتجاهات يا صاحبي. الاتجاهات يعني ايه الاتجاهات؟ يعني وليكن الموجة المستعرضة. الموجة المستعرضة الاتجاهات اللي فيها بتبقى ايه؟ اتجاه حركة الجزيئات دايما بيبقى عمودي على اتجاه الانتشار. وصلك الفكرة؟ طيب في الموجة الطولية، الموجة الطولية بقى ما بيحصلش نفس الكلام ده، لا ده الاتنين بيبقوا في نفس الاتجاه. تمام. بس واحد رايح راجع اما التاني رايح على طول. ده اتجاه الانتشار. تمام. وده اتجاه الحركة بتاعت الجزيئات اما ده انتشار الموجة او انتشار الطاقة بتاعتها. تمام. خد بالك ان الجزيئات برضو في الموجة المستعرضة برضو تتحرك من فوق لتحت. تمام. ماشي. ده بالنسبة للباب الأول كله على بعضه. هو باب سهل وبسيط بس ممكن يطلع منه أفكار كتير من رسومات. لو جاب لك رسمة فهو بيقولك أنا قاصد اللي أنا رخم عليك الباب ده واديهولك، يبقى فيه حاجات رخمة. ماشي. ندخل بقى على نصيب الأسد أو الفصل أو الباب اللي فيه نصيب الأسد من الامتحان كله، آسف، اللي هو الفصل التاني والباب التاني اللي هو بيكلمني عن الضوء. ركز معايا. احنا عندك أكتر من ظاهرة. الظاهرة الأولى اللي هي الانعكاس، بيجيب لك أسئلة فيها ازاي. ممكن لو حب يرخم عليك يقول لك ارسمها لي، ارسم لي مثلا اللي هي فكرة الانعكاس ازاي. هديك مراية اهي ومراية اهي، ادي تكملة الرسمة. تمام. وشعاع نزل بالشكل ده على المراية. بكمله ازاي؟ بشوف الزاوية دي بكام الأول، تمام، وأعمل عمود مقاوم. تمام. بعد كده أشوف الزاوية دي وأكمل الرسمة بتاعتي. تمام. أول لما الشعاع يوصل للمراية التانية بعمل عمود مقاوم برضو. أنت دايما في الانعكاسات دايما تعمل الخط وبعد كده عمود مقام وش دغري، وبعد كده بقى ايه تشوف الزاوية دي. تعرف ان دي كلها ب90، دي هتبقى برقم معين، وبالتالي دي هتبقى يعني مثلا لو قلنا دي ب60 فدي هتبقى 60 ناقص 90 هتبقى 30. تمام. طيب ده بيبني لي على فكرة حاجات كتير تانية. بيبني لي حاجات كتير تانية ازاي؟ ان انت مثلا لو قلنا ان المراية بتوازي المراية بتوازي الشعاع ده، فبالتالي الاتنين دول ممكن اعمل منهم علاقات توازي اللي هي التبادل والتناظر والمكمل اللي هو زاويتين اللي في وش بعض بيكملوا بعض. تمام. ده للشاطر رياضة. واللي مش شاطر رياضة وعايز ينجح في الامتحان لازم برضو يتعود على الفكرة دي ويحل مسائل او يشوف مسائل الانعكاس كانت بتتحل ازاي مع بعض. تمام. طيب ده بالنسبة لفكرة الانعكاس. طبعا لو كملت الرسمة دي هتطلع بالشكل ده وغالبا هينعكس على نفسه. تمام. عشان سقط عمودي فزاوية السقوط بصفر. تمام. فبالتالي الشعاع هيعدي بشكل طبيعي جدا. تعالى بقى نخش على اللي بعد كده اللي هي فكرة مثلا ظاهرة الانكسار. ايه اللي ممكن يحصل لي في الانكسار؟ الانكسار ممكن يجي عليه افكار كتير كتير جدا كمان. ليه مثلا؟ لان هو قوانينه اصلا كتير. يعني مثلا انت عندك في كام قانون الانكسار. في قانون سنيل العادي اللي هو ان واحد ساين فاي اللي هي زاوية السقوط بتساوي ان اتنين ساين سيتا. تمام. طيب ده بالنسبة للقانون سنيل. ده بالنسبة لقانون سنيل اللي بيحل لي مسائل كتير لو مديني اكتر من معامل انكسار معايا. طيب غير قانون سنيل ده في مليون قانون لمعامل الانكسار. يا سلام، ده قابل وقعد. يعني ان واحد لان اتنين دي بتساوي ان اتنين على ان واحد بتساوي ساين فاي على ساين سيتا برضو بتساوي الفي واحد على في اتنين برضو بتساوي لامدا واحد على لامدا اتنين. تمام.
انت مركز معايا؟ ده قانون معامل الانكسار النسبي، وبرضو ده قانون اللي هو معامل الانكسار المطلق. بس الفرق بس اللي معامل الانكسار المطلق بقى اللي هو ايه، الوسط الاولاني بيبقى هوا، فانت بالنسبة لك السرعة الاولانية برضو تبقى هي سرعة الضوء في الهواء، فبدل ما اعمل V1 دي بتبقى سي، تمام، اللي هي سرعة الهواء. طيب، من القانون ده انت بتستنتج حبة حاجات حلوة كده، تستنتج حبة حاجات حلوة اللي هي العلاقة بين الساين فاي على الساين سيتا، علاقة ثابتة. الميل بيديني الان، يعني بتبقى لما اجي ارسمها تبقى الرسمة كده ساين فاي على ساين سيتا، تبقى الخط بالشكل ده. لما يديك مثلا زاوية ويطلب منك زاوية تانية، فانت هتعمل ايه؟ مثلا ممكن تضرب الان في الساين، عشان بس تشوف ان في ساين الفاي وليكن علشان تجيب السيتا. خد بالك انت ما بتجيبش السيتا، انت بتجيب ساين السيتا، تمام. فعشان تجيب السيتا لازم تعمل شيفت، تمام. مش متأكد انك كتبتها صح بالانجليزي ولا لا، بس لازم تعمل شيفت ساين الرقم اللي هو مديهولي ده علشان تتأكد اللي هو مطلع لك السيتا ولا لا. طلبة كتير على فكرة بالمناسبة بتنسى حوار الشيفت ده، فبالتالي بتلاقي نفسها بتخبط في حيطة مسدودة علشان تعرف تحل. ماشي. طيب، في حاجة كمان برضو، الانكسار اللي هو بيقولك ان أشعة جاما مفروض اللي هي ترددها أعلى من أشعة تحت الحمراء، فبالتالي أشعة جاما ليها نفاذية أعلى. فاهم الفكرة؟ ليه دي نفاذيتها أعلى؟ علشان جاما كتردد أكبر من تحت الحمراء، أشعة تحت الحمراء، فبالتالي النفاذية بتاعتها بتبقى أعلى. طيب، الانكسار ده مفيهوش غير 3 مسائل معقدين أو صعبين بالعدد، تمام. ايه هما ال3 مسائل دول؟ مسألة البقعة اللي بتبقى على سطح المية، ومسألة البلاط وقانونها، ومسألة طول الظل أو طول الجزء اللي فيه النور، تمام. ال3 مسائل دول هما الأرخم 3 مسائل موجودين عندك في الدرس، لو هو حب يرخم عليك ممكن يجيب لك منهم عادي جدا. ماشي. دي أول مثلا مسألة صعبة أنا كلمتك عليها، هو يجيب لك مثلا متوازي أضلاع، زجاجي معامل انكسار وجذر 3، موضوع فوق مرآة مستوية أفقية، وبيقول لك إن الشعاع ده سقط على الوجه العلوي، تمام، وعمل زاوية 30 مع متوازي الأضلاع أو مع السطح الإزاز، تمام. ده اوتوماتيك انت بتستنتج منها ان زاوية السقوط هي 90 ناقص 30 اللي هي تطلع لك ب60، تمام. هو بيقول لك اللي هو انكسر جواه بشكل موازي، تمام، وخرج من الناحية التانية. انا عايز اعرف سمك متوازي الاضلاع ده، اللي هو انا عايز اعرف سمكه قد ايه، او ممكن يجيب لك الموضوع ده بصيغة تانية، ان هو مثلا يديك الزاوية اللي هي بتعملها. لو انا قلت لك ان المصدر تحت المية، تمام، هيبقى برضو بنفس الرسمة دي بالظبط، بس ساعتها هيطلب منك ان انت تجيب له طول ال2 سنتي دول، تمام. على فكرة هي بتتحل بنفس الخطوات. خلينا في المسألة دي الأول. في المسألة دي هو أنت عرفت تجيب زاوية السقوط، أوتوماتيك هتعرف تجيب زاوية الانكسار من قانون الان، تمام. بعد ما تجيب زاوية الانكسار، تمام، هتلاقي ان الشعاع اصلا انعكس عند الب وطلع تاني، تمام، ولقيت ان زاوية سقوطه على الب بتساوي زاوية الانكسار، وبرضو زاوية الانكسار بتساوي زاوية السقوط برضو بتساوي زاوية الانعكاس، فبالتالي زاوية السقوط التانية اللي من جوه هتساوي زاوية الانعكاس اللي بتساوي زاوية السقوط على المراية اللي تحت اللي بتساوي زاوية الانكسار، تمام.
هتجيب بقى من الموضوع ده تاني الزاوية علشان تعرف تجيب طول الضلع اللي انت محتاجه، سواء مقابل اللي هو السمك بتاع متوازي الأضلاع، أو مجاور اللي هو نص قطر البقعة اللي هو عاملها لي، بقعة النور اللي هو عاملها لي. تمام، وبس كده تحل معاك المسألة دي بشكل بسيط. ادي المسألة اللي هو بيسألك فيها على مساحة البقعة اللي هياخدها المصباح لما يكون تحت المية، هيغطي قد ايه يعني من السطح. دي بتتجاب بقى بالزاوية الحرجة. يعني أول حاجة هتجيب الزاوية الحرجة اللي هو ساين فاي سي بواحد على ان، هو هيديك الان فانت تقسمها على الان، وبالتالي تعمل شيفت ساين الرقم اللي طلع لك ده هيطلع لك الفاي سي. بعد ما تجيب الفاي سي هتجيب تان الفاي سي بقى. ليه تان الفاي سي؟ علشان انت عايز نصف القطر، ونصف القطر ده مفروض في تان الزاوية بتاعت السي هو هيكون المقابل. ليه المقابل؟ علشان لو عملنا عمود مقام من عند نقطة المركز لحد المصباح هنلاقي ان الزاوية، ان الضلع المقابل اسف هو الار، فتبقى ار على الارتفاع او عمق المصباح بتاعي، فهتبقى تاني الزاوية مضروبة في الارتفاع بتاعي هتديني الار. دي المسألة التانية بقى اللي هو هنا بيسألك على عدد البلاطات اللي جاي عليها النور او اللي مش جاي عليها النور، وممكن يسألك على الجزء المنور من حمام السباحة ده او حوض السباحة ده، او الجزء المظلم من حمام السباحة ده قد ايه. هو غالبا بيديك المسافة ما بين اللمبة او عمود النور وحمام السباحة، وبيديك طول البرج اللي فيه اللمبة او عمود النور، وبيديك عمق حمام السباحة. خد بالك انت اول حاجة بتجيبها هي البيتا. البيتا دي اللي هي الزاوية اللي بيصنعها الشعاع الضوئي، اللي أول شعاع ضوئي نازل مع الأرض قبل ما ينزل حمام السباحة بالظبط. تمام، اللي هي بتتمم زاوية السقوط. تمام، بتجيبها بقى ازاي؟ بتجيبها من شيفت التان. التان اللي هي ايه؟ مقابل على وتر 9/12. تمام، بعد ما تجيب البيتا تطرحها من 90 عشان تجيب زاوية السقوط. طبعا بمجرد اللي انت جبت زاوية السقوط يبقى انت هتجيب زاوية الانكسار من قانون الان عشان هو هيديك الان برضو. تمام، والناتج اللي هيطلع لك تعمل له شيفت ساين علشان تطلع لك زاوية السيتا اللي هي زاوية الانكسار. بعد ما تجيب زاوية الانكسار هتعمل بقى التان بتاعتها. ليه التان بتاعتها؟ علشان التان دي مقابل على مجاور. تمام، انت معاك طول المجاور وعايز طول المقابل، فهتضرب طول المجاور في تان الزاوية دي هيطلع لك طول المقابل اللي هو طول الجزء اللي عليه الظل. طيب لو سألك بقى على عدد البلاطات اللي عليها الظل، وليكن البلاطة طولها 50 سنتي، فانت وليكن طول الظل ده هيبقى 3 متر. تمام، البلاطة 50 سنتي، ال 3 متر دول فيهم كام 50 سنتي؟ المتر الواحد فيه 2. تمام، فبالتالي ال 3 متر فيهم 6، فست بلاطات هما اللي هيجي عليهم الظل، والباقي هيجي عليه النور بشكل طبيعي. ده بالنسبة لفكرة الانكسار. طيب تعالى بقى ندخل على الظاهرة اللي بعد كده اللي هي ظاهرة التداخل. خد بالك من حاجة معينة، ان انت بالنسبة لك التداخل كدرس هو درس مش صعب على قد ما هو في حبة حاجات بتلخبط. يعني لازم تفهم ان الار دي المسافة بين الحيطة العادية اللي هيتكون عليها صورة الهدب والحيطة اللي فيها ثقبين. تمام، هي دي الار. طيب المسافة بين الثقبين هي دي، فلما تيجي تتعوض في القانون دلتا واي بتساوي لامدا في ار على دي، ما تتلخبطش وتكتب ارقام تانية. خد بالك في القانون ده هو ممكن يرخم عليك بسكة ان هو ايه، يديك كل الارقام دي بس مش يديك التحويلات بتاعتها. تحويلات. تمام، التحويلات. طيب فبالتالي او ممكن يديها لك مثلا اللي هو ايه، محتاجة تتحول، فبالتالي لازم تضرب مثلا كل واحدة في الأس بتاعها. خد بالك في قصة الطول الموجي ده ممكن يديهولك بحاجة اسمها انجستروم. الانجستروم ده انت خدته في أولى ثانوي اللي هو 10⁻10 عشان تجيب منه الطول الموجي بوحدة المتر العادي. طيب
بستنتج بقى ايه لما ادخل في سكة التداخل؟ بستنتج ان شكل الهدبة متساوي، الهدبة بتكون متساوية، الفروق بينهم متساوية وعددهم كبير. يعني دايما التداخل ده هدبه كتير، هدبه كتير ومتساوية ومتساوية. ماشي. طيب غير كده وكده بيقول لك بقى ان في قصة التداخل دي ان ال n بتبقى عكسية مع الطول الموجي، ال n تبقى عكسية مع الطول الموجي مع اللمدة. ال n دي اللي هي معامل الانكسار. تمام. هي مش من التداخل قوي، هي من الدرس اللي فات، بس انا نسيتها اقولها في الدرس اللي فات فقلتها لك في التداخل. تمام. لما يجي يقول لي مثلا انا عايز عدد الهدب، فعدد الهدب ده بيتجاب ازاي؟ بيتجاب من قانون اللي هو ال n بتساوي 2 اكس على دلتا واي. بمعنى ايه الاتنين اكس دي؟ هو هيديك مسافة معينة، اقول لك مديك 20 سنتي، انا عايزك تجيب لي عدد الهدب في ال20 سنتي اللي هتتكون دول. تمام. انت هتضرب لي المسافة اللي هو مديها لي دي في 2 وتقسمها لي على الدلتا واي بتاعتك اللي هي المسافة بين الهدبتين اللي من نفس النوع. لازم تركز على هدبتين من نفس النوع ده، عشان هو ممكن يديك مسافة بين هدبتين، واحدة مظلمة وواحدة مضيئة. تمام. ويقول لك ده قد ايه بالنسبة للدلتا واي، او ممكن مش يسألك عليها، يسيبك على عماك دي نص الدلتا واي، مش الدلتا واي ذات نفسها يا حبيبي. ماشي. ده بالنسبة لقصة عدد الهدب. طيب ممكن يقول لك مثلا يديك اكتر من دلتا واي ويقول لك عايزك تحسب لي نسبة الخطأ. نسبة الايه؟ نسبة الخطأ. بحسبها ازاي نسبة الخطأ دي؟ اللي هي الار دي اللي هي الخطأ النسبي اللي انت كنت خدته في اولى ثانوي، اللي هي كانت بتساوي ايه؟ بتساوي اكس زيرو ناقص الاكس على الاكس. اكس زيرو دي القيمة على الاكس زيرو، اسف. تمام. دي القيمة الحقيقية، دلتا واي الحقيقي. تمام. ودي اللي انت قايسه او الطالب او ايا كان اللي بيقيس لك، دي الدلتا واي اللي احنا عاملينها، ودي الاكس زيرو اللي احنا عاملينها. كده بنجيب نسبة الخطأ كام في المية. ماشي. خد بالك بقى معايا ان انت مثلا، انا في قصة التداخل دي ممكن اسألك على فرق المسار. فرق المسار لو التداخل اللي انا مجمعه ده تداخل بناء. يعني ايه بناء؟ يعني اللي فيه هدبة مضيئة، هدبة مضيئة. تمام. فبالتالي بيتجاب من قانون اللي هو ام في لامدا، او رتبة الهدبة التالتة او التانية او الرابعة في اللامدا. طيب لو التداخل ده هدام بتبقى ام زائد نص في لامدا. تمام. ده لو التداخل هدام. ده بالنسبة لقانون فرق المسار. فرق الايه؟ فرق المسار. ماشي. في حاجة كمان برضو انا عايز اوصلها لك في قصة اللي هي التداخل دي، ان هو حاجة اسمها صدر الموجة. ايه صدر الموجة ده؟ ده مقدمة الموجة. تمام. اللي بتقابل السطح. ماشي. صدر الموجة ده لازم يكون مستوي. فاعمل ايه عشان اخليه مستوي؟ بخلي الفتحة مستطيلة. ليه بخلي الفتحة مستطيلة؟ علشان لو هو ما بقاش مستوي هيبقى الموضوع صعب في قصة اللي هو ايه، اعرف اشوف صدر الموجة او اخليه سهل بالنسبة للعين ويكون على شكل اسطواني. يعني انا بخليه على شكل مستطيل، دي الفتحة، علشان صدر الموجة يكون مستوي واسطواني. مستوي واسطواني. ماشي. طيب ده بالنسبة للتداخل. طيب لو دخلنا بقى على الظاهرة اللي بعد كده اللي هي الحيود. لو دخلنا على ظاهرة الحيود. ماشي. الحيود ده بيبقى فيه كام معلومة كده، ان هو بيقول لك ان عندك الهدبة المركزية بتاعته دي تبقى الشدة بتاعتها عالية. الشدة بتاعتها عالية. الهدبة المركزية
اللي هي بيتقال عليها ايه؟ بيتقال عليها قرص ايري. ايري دي بتكون اضاءتها شديدة، الاضاءة او قوتها شديدة، الاضاءة شديدة. تمام. تمام. ده بالنسبة لقصة الحيود. وحاجة كمان برضو في قصة الحيود، ان انت كل ما انت تقلل لي ابعاد الفتحة بيزداد وضوح الهدب. تمام. اللي بيكونها الحيود، خد بالك الحيود ده هدب قليلة، هدب قليلة. علشان اوضحها بقلل الابعاد اللي هيتبني على دي، اللي انا عايز دي تبقى واضحة واضحة. فبعمل ايه؟ تقليل ابعاد الفتحة اللي في الحيطة بتاعتي. تمام. هي كده كده لازم تبقى اقل من الطول الموجي، بس انت كل ما انت تقللها اكتر كل ما تبقى الهدى بالنسبة لك اوضح اكتر. ماشي. خد بالك شكل الحيود بيبقى على حسب شكل الفتحة. يعني دايما لو الفتحة دائرية فبالتالي الحدود هيبقى دائري. لو مستطيلة فبالتالي الحدود شكله هيتغير معايا. تمام. دايما برضو الهضبة المركزية دي بتبقى دائما مضيئة، دائما مضيئة، عمرها ما تبقى مظلمة، علشان فرق المسار هنا بصفر. دائما مضيئة، دائما ايه؟ مضيئة، دائما مضيئة. في حاجة برضو بيضيفها لك، ان هو بيقول لك ان انت مثلا لو عندك الماس وعندك زجاج، تمام، ده بيلمع اكتر منه ليه؟ الالماس، تمام، دايما لمعانه اكتر من الزجاج. ليه لمعانه اكتر من الزجاج؟ علشان حاجة احنا لسه هنتكلم عليها، اللي هي فكرة الانعكاس الكلي. تمام. انا كده بالظبط فنشت لك الحيود. الحيود ما فيهوش اي حاجة ولا بيجي على اسئلة كتير، بس انت مطلوب منك اللي انت تعرفه. تعالى بقى ندخل على الانعكاس الكلي. الانعكاس الكلي ده فكرته ايه او حواره ايه؟ الانعكاس الكلي ده ليه حوارات كتير. عايز افهمك على حاجة كده بس. ده شعاع طالع من وسط لوسط تاني، بيحصل له انكسار بشكل طبيعي. خد بالك بقى معايا ان الفاي دي اللي هي زاوية السقوط، لو اقل من حاجة اسمها الفاي سي، يعني الفاي اقل من الفاي سي، الشعاع بيطلع لك بالمنظر ده. طيب لو هي بتساوي الفاي سي، لو هي بتساوي الفاي سي بيطلع لك على شكل مماس للمستوى، فبالتالي بتطلع لي اكبر زاوية انكسار عندي، اللي هي بتبقى بكام؟ ب90. تبقى الثيتا هنا بتساوي 90. طيب ده امتى؟ ده لما الفاي اللي هي زاوية السقوط اللي هي دي بتساوي الفاي سي. ماشي. طيب لو هي اكبر منها، لو الفاي اكبر من الفاي سي، الشعاع اصلا ما بيطلعش، الشعاع اصلا ما بيطلعش، بيحصل له انعكاس كلي. ده الرسومات بتاعتهم كلهم. دي لو ما الزاوية بتاعتي تبقى اقل من الفاي سي بيطلع لي بالمنظر ده، وده لما الفاي بتاعتي تساوي الفاي سي بيطلع لي بالمنظر ده، ولما الفاي تبقى اكبر من الفاي سي بيطلع لي بالمنظر ده. ماشي. خد بالك برضو اصعب مسألة ممكن تجيلك على درس الانعكاس الكلي ده، اللي هو لو سألك على عدد الانعكاسات. لو سألك على عدد الانعكاسات، الانعكاسات. ماشي. ليه لو سألك على عدد الانعكاسات؟ عشان عدد الانعكاسات ده بيتبني عليه 3-4 خطوات. خد بالك قانون الفاي سي بيتجاب بساين ساين فاي سي بتساوي 1/n. تمام. او n على n 1 مثلا، او على n 2. القسمة بتاعتك دي انت بتحددها ازاي؟ لازم تقسم المعامل الانكسار الاقل على الاكبر، الاقل على الايه؟ الاقل على الاكبر. ماشي. طيب
ممكن يسألك سؤال مثلا، يقول لك انا ليه مش بشوف الالوان او الاضاءة اللي طالعة من المية كلها؟ يعني لو مركب لمبة تحت المية ليه ما بشوفش كل الاضاءة اللي طالعة لي؟ هتقول له مثلا النور اللي طالع اللي تحت المية ده بيحصل له حاجة اللي هي الانعكاس الكلي، بيحصل له الانعكاس الكلي. تمام. طيب لما يحصل له انعكاس كلي فبالتالي جزء منه ما بيطلعش للميه، بيفضل جوه الميه، فبالتالي ما بتطلعليش كل الاضاءه كامله. تمام. طب نرجع بقى للسؤال اللي انا لسه قايله لك من الاول. ليه الماس متألق اكتر من الزجاج؟ ليه الماس متألق اكتر من الزجاج؟ خد بالك من حاجة في قصة الماس والزجاج ده، هنا دي زاوية الانحراف بتاعته صغيرة علشان معامل انكساره كبير. بالمناسبة العلاقة بين الفاي سي والان علاقة عكسية، يبقى 1/n بتساوي فاي سي. تمام. العلاقة العكسية دي بتبين عليها ايه؟ بتبين عليها ان مثلا الماس ده اللي هو معامل انكساره كبير، فبالتالي الفاي سي بتاعته صغيرة، عكس الزجاج اللي هي الفاي سي بتاعته زاوية كبيرة، فبالتالي ما بتحصلش انعكاسات كلية كتير ولا بتطلع أشعة على شكل مماس كتير، فبالتالي الأشعة بتاعته ما مش بتتكسر كتير، فبالتالي ما بيحصلش الحوار التألق بتاع الكريستال أو الماس. ماشي. طيب نفس الفكرة بالنسبة لك على البالونة بتاعت العيال الصغيرة، بيقولك اللي هو مثلا بيتكون ألوان الطيف جوه البالونة، تمام، أو عليها. ألوان الطيف اللي بتبقى جوه البالونة أو عليها دي يعني بيحصل فيها ايه، او ازاي بتتكون، او دنيتها ايه، او الحاجات دي بتبقى عبارة عن ايه؟ الفقاعة دي بتبقى جواها اكتر من لون او الوان الطيف علشان تحصل برضو انكسارات كتير جوه. الانكسارات دي بتخلي اللون الابيض بتاع الاشعة اللي نازل عليها بيتغير، فبالتالي كل لون ليه زاوية انكسار خاصة بيه. كل لون ليه زاوية انكسار خاصة. جميل. طيب لما يبقى كل لون عندي ليه زاوية انكسار خاصة، تمام، ده بيديني ايه، او ده بيديني عيب ايه؟ ده بيديني ان كل لون بيطلع لي بشكل متفرق فبيكون لي الوان الطيف بتاعتي. ماشي. خد بالك في قصة الزاوية الحرجة دي لازم علشان تحصل اصلا زاوية حرجة او احسب زاوية حرجة لازم الوسط اللي فيه الزاوية الحرجة يبقى أكبر من الوسط، معامل انكساره يعني أكبر من الوسط اللي بره. يعني الوسط ده ان بتاعته اللي هو الزجاج دايما بتلاقي أكبر من الهواء أو الوسط اللي فوق. ليه؟ ليه بقى؟ علشان لو العكس اللي حصل عمرك ما تحصل لك زاوية حرجة. ليه مش هتحصل لك زاوية حرجة؟ ليه؟ علشان الشعاع بينكسر مقتربا من عمود المقام، فكل ما يقرب اصلا لما انا ازود الزاوية ده معناها ان هو عمره ما هيعدي فكرة الزاوية الحرجة اصلا، عمره ما هيعدي فكرة الزاوية الحرجة، فبالتالي ده ما بيكونليش اي انعكاس كلي ابدا، اي انعكاس كلي ابدا، وبالتالي عمره ما برضو هيطلع لك شعاع على شكل مماس زي ما كان بيحصل لما الفاي بتساوي الفاي سي. ماشي. ده اغلب الافكار بتاعه الانعكاس الكلي. الانعكاس الكلي بقى فيه جزء نظري اللي هو بتاع المنشور القائم، اللي هو فيه زاويتين 45 وزاوية 90 وكل حاجة بتدخله بيحصل لها انعكاس كلي. تمام. بس لا اكتر ولا اقل. ده الجزء الاول من المراجعة. يا ريت لو عجبتك متنساش اللايك والشير لزمايلك عشان لو عايزهم يستفيدوا. وسيب كومنت لو عايزنا نطور حاجة في الفيديوهات، او انت عايز تسأل على حاجة. انا برد على كل الطلبة اللي موجودة عندي او اللي مش بياخدوا عندي، عادي جدا بالنسبة لي. وبس كده. اشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله اللي هتنزل بكرة بالمناسبة. وسلام.